شهد الرئيس أنور السادات الاحتفال الكبير الذي أقيم باستاد الإسكندرية بمناسبة العيد العالمي للعمال، حيث استقبل سيادته بعاصفة مدوية من التصفيق والهتاف. وقد تحدث في بداية الاحتفال المهندس عيسى شاهين أمين الاتحاد الاشتراكي بالإسكندرية، فعرض لتاريخ كفاح الإسكندرية وحيا في كلمته العمال وكل السواعد القوية التي تبني في إصرار مجد مصر وعزتها. ثم تحدث الدكتور فؤاد محي الدين محافظ الإسكندرية، فقال سيادته إن الشعب سيواصل مسيرته ليؤدي دوره في المعركة وما بعد المعركة، مؤمنا بالعلم والإيمان، وحيا سيادته القوات المسلحة وكل العاملين على الجبهة. وتحدث السيد صلاح غريب وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال، فأكد سيادته أن الطريق الوحيد أمامنا لاستعادة الأرض هو التحرير وليس الاستسلام، كما أكد أن النضال من أجل التحرير يرتبط بالنضال من أجل إتمام عملية التحول الاشتراكي. وقدم وزير القوى العاملة فور انتهاء كلمته باسم عمال مصر هدية للرئيس هي كتاب الله الكريم داخل علبة مذهبة. ثم ألقى الرئيس خطابه الهام والذي حدد فيه 3 دعائم أساسية يرتكز عليها موقفنا في هذه المرحلة: الوحدة الوطنية لقوى الشعب العامل، العمل العربي الموحد، العداء للاستعمار، وصداقة كل من يؤيد حقنا وفي مقدمتهم الاتحاد السوفيتي. وتحدث الرئيس عن قيمة العمل، وقال سيادته إننا في مجتمع يستمد فيه كل فرد قيمته من عمله وعرقه. وأثار الرئيس سؤالين هما: من نحن وأين نحن؟ وانتهى الرئيس إلى تحديد واضح لإجابة السؤالين، قال فيه: من نحن؟ نحن قوى العمل والخير والتقدم والسلام. وأين نحن؟ نحن في وقت النضال من أجل الخير والتقدم والمحبة والسلام.